أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا الفضاء الجميل، فضاء قناة فضاء خاص. موضوع حلقتنا اليوم عن تفسير لغة العيون وأسرارها اللي تعتبر من أهم الوسائل اللي تعبر عن المشاعر وتكشف الكثير من الأشياء اللي ما تنقال بالكلام. قبل ما نبدأ لا تنسى تدعمني بلايك واشتراك عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وإذا حبيت الحلقة اكتب لي تعليق جميل تحت. يلا نبدأ. النظرات المتبادلة تعتبر من أهم علامات الحب، خصوصاً إذا كانوا الطرفين يتبادلون النظر بين بعضهم. أحياناً تكون النظرات خجولة وخلسة، وأحياناً تكون مباشرة وصريحة، خصوصاً بعد ما يكون الحب مسرح به. المحبين دايم يطالعون بعض بنظرات طويلة تعكس مشاعرهم الداخلية، ولو لاحظت إنه شخص دايم يطالعك بهالطريقة فتأكد إنه يحمل لك مشاعر خاصة. أما لو لاحظت أن الشخص يركز نظراته عليك بشكل مبالغ فيه أثناء الحديث، فهذا غالباً يعني أنه يحاول يقنعك بشيء حتى لو ما عنده إثبات قوي. هذه الحركة أحياناً تكون نوع من المراوغة أو الكذب، لأنه يحاول يلفت انتباهك أكثر من اللازم. ومن الحركات اللي لها معاني مختلفة هي النظر للأرض أثناء الحديث. هذا السلوك ممكن يدل على الاحترام إذا كان الشخص يتكلم مع والده أو شخص أكبر منه، لكنه في مواقف ثانية ممكن يعبر عن الخجل، مثل لما يكون الشخص يشعر بالذنب أو يخاف يواجهك لأنه حاس أنه غلط بحقك. الشخص اللي يطالع الأرض بدل عيونك غالباً يحاول يهرب من المواجهة أو يخفي مشاعره. أما إذا لاحظت أنه الرموش تتحرك بشكل متكرر، يعني أكثر من 6 مرات في الدقيقة، فهذا يدل على أن الشخص عنده مشاعر إيجابية تجاهك. هذه الحركة تعبر عن الحب أو الإعجاب، لأنها تعكس حالة من الارتباك أو الانجذاب للطرف الآخر. ومن الإشارات السلبية في لغة العيون هي لما الشخص يطالع جبينك أو يتجنب يطالع وجهك بالكامل. هذا غالباً يعني إنه ما يهتم فيك أو إنه مشغول بأفكار ثانية. وعيونه المتعرجة اللي تتحرك يمين ويسار بدون تركيز غالباً تدل على إنه سارح أو يفكر في أشياء غير اللي أنتم تتكلمون عنها. ولو كنت تتكلم مع شخص ولاحظت إنه يحاول ما يلتقي نظره مع نظرك، فهذا معناه إنه ما يثق فيك أو عنده شكوك تجاهك. هذه الحركة غالباً تصير لما الشخص يحس بالخوف أو عدم الأمان أثناء الحديث معك. وأحياناً لما تلتقي العيون أثناء الحديث ثم تنفصل وترجع تتلاقى، فهذه علامة على إن الشخص اللي قدامك بدأ يمل من الموضوع اللي تتكلم عنه. ممكن يكون يفكر في شيء ثاني بعيد تماماً عن الحديث، بمعنى إنك في واد وهو في واد آخر. أما لو لاحظت أن عيون الشخص اتسعت وتألقت أثناء الحديث، فهذه حركة تدل على الدهشة. إذا كان كلامك إيجابي ومميز فتوسع العيون ولمعتها تعني إنه معجب بكلامك أو بشخصيتك. لكن إذا شافك بحذر أو خوف وكانت عيونه متسعة، فهذا يدل على إنه متفاجئ بطريقة سلبية أو مرتاح لشيء قلته. اتساع حدقة العين بشكل عام هو دليل قوي على الشعور بالإثارة، سواء تجاه موضوع الحديث أو تجاه الشخص نفسه. الشخص اللي حدقة عيونه تتسع أثناء ما يسمعك يكون متحمس للتفاصيل اللي تقولها، وهذا دليل واضح على اهتمامه. أما إذا لاحظت أن الشخص يطالع السقف أثناء الحديث، فهذه علامة على أنه يشعر بالملل. غالباً يحاول يدور طريقة ينهي فيها الحوار، لأنه ما عاد يبغى يكمل ويعتبر الموضوع غير مهم بالنسبة له. هذه الحركة واضحة جداً لما الشخص يحاول يتهرب أو يختصر الحديث. لغة العيون عالم كبير، ومن خلالها تقدر تفهم مشاعر الناس بدون ما تحتاج يسمعونك كلمة واحدة. إذا كنت مهتم تعرف أكثر عن لغة الجسد والإشارات الخفية، لا تنسى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. شكراً لمتابعتكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية.